الحقوني الحقوني. كل اللي جبته في العيد ده وفي الاخر ما جبتش حاجة، اه والله زي ما بكلمكم كده، في الاخر ما جبتش حاجة. شايفين خيرات ربنا كلها جبتها، وبرضه انت ما عملتيش حاجة، وبرضه يا امي انت ما جبتيش حاجة. كل سنة وانتوا طيبين. شايفين يا حبايبي؟ جبت بيتزا، وجبت حواوشي اسكندراني مع اني والله ما بحبه، بس برضه جبته. وجبت بيتزا، وجبت ليمون، وجبت بيبسي، وجبت كمان مخلل ما نسيتوش، حتى المخلل، وجبت شيبسي. وبعد الاكله الحلوه دي كلها والكريب طبعا جبت ايس كريم بالفستق وايس كريم بالتوت. استنوا، ده انا لسه كمان هفتح العلبه دي فيها ايس كريم بالمانجا وايس كريم بالشوكولاته. وفي الاخر انت ما جبتيش حاجه، والعيد عدى وفات، واحنا ما تفسحناش ولا جبتي حاجه في البيت ولا سويتي ولا عملتي. قولوا لي يا حبايبي، اعمل اكتر كده، اعمل اكتر من كده ايه تاني؟ ده استنوا كمان، الفيديو لسه مخلص. ده في اخر الفيديو عشقي بقى، عشقي عشقي عشقي. شايفين؟ بولة الايس كريم دي، عايزه اقول لكم ان انا جبت الايس كريم ده مرتين في العيد، مرتين. بصوا بقى العشق، عشق اهو، قلبي اهو. خلاص المانجا نزلت، بس عايزه انصحكم نصيحه لسه مش حلوه، بس رغم كده برضو جبتها، والله جبتها كيلو ب 25 جنيه وجبتها. قلت يا بنت احنا في عيد، وبرضو انت ما جبتيش حاجه. شفتوا يا حبايبي؟ مش عارفه اعمل ايه تاني، والله ما عارفه اعمل ايه تاني. لا وفوق كل ده وده ايه، اديت عيديه وبرضو انت ما عملتيش حاجه. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ ايه رايكم؟ ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا عندي، اجبروا انتوا بخاطري.